المغرب، حيث دانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال الصحفي المغربي رشيد نيني ووضعه رهن الاعتقال. وطالبت المنظمة الدولية بالإفراج فورا عن نيني، وهو مدير نشر صحيفة المساء، أكثر الصحف انتشارا في المغرب. من جهتها دعت كل من نقابة الصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى الإفراج عن رشيد نيني. ونظمت وقفات احتجاجية شارك فيها صحفيون وحقوقيون وفنانون طالبت بالإفراج عن الصحفي المعتقل. وفتحت صفحة على الموقع الاجتماعي فيسبوك تضامنا مع الصحفي نيني. وكان بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد ذكر أنه تقرر تمديد حبس الصحفي المغربي على ذمة التحقيق. ووجهت لرشيد نيني تهم تتعلق بالمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. وذكرت مصادر من صحيفة المساء أن رشيد نيني اعتقل لأنه نشر في الفترة الأخيرة مقالات تنتقد عمل المخابرات الداخلية. كما انتقد مديرها الذي يتهم بتسيير معتقل سري في تمارا في ضواحي الرباط. قال معتقلون سلفيون إنهم عذبوا داخله. ودعا في أحد مقالاته إلى إلغاء قانون الإرهاب. وانتقد فؤاد عالي الهمة صديق العاهل المغربي. ومعنا من الرباط الناشط الحقوقي أحمد وحيمان. هل من أخبار عن مصير الصحفي المغربي رشيد نيني حتى الآن؟ شكرا للإخوة وتحية للمشاهدين. أخبارنا هي ما أشرتم إليه في التقرير، أن هناك تمديد في الحراسة النظرية بشأنه. هذا هو كل ما لدينا، وكل ما لدينا كذلك أن التهم ما تزال في إطار ما أشار إليه بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع أن التهم رسميا من قبل الشرطة القضائية والنيابة العامة لا تزال مبهمة بالنسبة إلينا. والشيء الغريب في ما تضمنه الوكيل العام للملك هو أن يعرض المطالبة بإلغاء الإرهاب جميعا السياق الذي جاء فيه تهمة تمس بالوطن وبالمواطنين، مع أنه مطلب شعبي ومطلب الحركة الشبابية 20 فبراير وكل القوى الحية السياسية والنقابية والجمعوية والاجتماعية والمهنية والحقوقية التي تدعم هذه الحركة الشبابية. طيب، مواصلة حبس الصحفيين ومتابعتهم واعتقالهم، نعم، كيف لهذا الإجراء أن يتسق مع الدعوة في المغرب إلى عملية الإصلاح داخل المجتمع المغربي وتقديم صورة أخرى للمجتمع المغربي تنافي ما كان سائدا من تقاليد؟ إلى أي مدى هناك تضاد بين هذه الصورة والصورة المطلوبة والمقدمة من قبل السلطات المغربية؟ لا، هي بالضبط هي خطوة أولى في الاتجاه المعاكس. هي تراجع وتردد الإرادة السياسية التي هي الآن في الامتحان بعد انطلاق دينامية 20 فبراير. طبعا هذا بالنسبة لنا اعتقال سياسي نتمنى أن يبادر المسؤولون إلى تصحيحه فورا. وأنا أتذكر أنه قبل حوالي 3 أيام أعتقد أو 4 أيام السيد وزير العدل يفتخر بأنه منذ توليه إلى يومنا هذا لم يسجن أي صحفي. في برنامج تلفزيوني قال هذا، لم يسجن أي صحفي بسبب ما ينشر. الآن يتم اعتقال واحد من أبرز الصحفيين ولعله الأبرز، والكل يعلم مدى شعبية عمود مدير جريدة المساء، بناء على تعليمات النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل. فهذا تناقض صارخ، وهذا يتعارض مع ما جاء في خطاب الملك ليوم 9 مارس الذي لا يختلف اثنان في أن مضامينه تتضمن أمور إيجابية من شأنها تطورت الإرادة السياسية لتصحيح الأمور. نشكرك سيد أحمد وحيمان الناشط الحقوقي، كنت معنا من الرباط، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر.
في المغرب أيضا قامت مجموعة من سكان منطقة محميد الغزلان في المغرب الواقعة قريبا من الحدود مع الجزائر بمحاولة عبور الحدود احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمنطقتهم. وقامت قوات الدرك الملكي المغربي على بعد أمتار من الحدود مع الجزائر بمحاصرة المحتجين ومنعهم من دخول التراب الجزائري. هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى تفادي ارتكاب تجاوزات خطيرة في حق من يمكن أن يعتقلوا في إطار التحقيقات الجارية لكشف منفذي تفجير مدينة مراكش الأخير، كما دعتها إلى عدم توقيف الإصلاحات الديمقراطية التي أعلن عنها مؤخرا. وقالت المنظمة إن البحث عن مدبري التفجيرات يجب أن يمضي في احترام كامل للقانون، كما دعا إلى ذلك العاهل المغربي. وحذرت المنظمة الحقوقية من تجاوزات كتلك التي حدثت خلال تفجيرات سابقة شهدها المغرب. وذكرت هيومن رايتس ووتش بأنها نددت مرارا في السابق باعتداءات على حقوق الإنسان في المغرب خلال التعامل مع متهمين في قضايا الإرهاب. وذكرت المنظمة الحقوقية بالقمع الذي تعرضت له تنظيمات إسلامية بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003.